فمن الأولياء من لا يقصر في المبادرة إلى تزويج موليته، ولكنه يقصر في اختيار الزوج المناسب، فتراه لا يختار لها الكفء الذي يرضى دينه وخلقه، إما لقلة اهتمامه بأمر موليته، وإما رغبة في التخلص من تبعاتها وبقائها عنده، وإما طمعا في المال الذي سيأتيه إذا زوجها من غني، وإما رغبة في الوجاهة والمنصب والسمعة إذا تقدم لها من هو كذلك، وإما رغبة في زوج ذي شهادة أو حسن هندام أو حسب رفيع أو ترف واسع إلى غير ذلك من الاعتبارات. أما الدين القويم والخلق الكريم فلا يخطر بباله ولا يدور بخياله، ولهذا ربما زوجها بتارك للصلاة أو بشرس الأخلاق أو بمدمن مخدرات. ولا ريب أن السؤال عن المنصب والمكانة الاجتماعية والحسب الرفيع ونحوها من الاعتبارات الأخرى لا ريب أن ذلك مطلوب، ولا يرفض من حيث هو، ولا ينحى من مجال البحث والمفاضلة والاختيار، فلا حرج على الباحث أن يسأل عن هذه الأمور أو جلها، لكن الحرج كله أن تكون وحدها هي المحكمة في المفاضلة والموازنة والترجيح دون اعتبار للدين والخلق. فلا بد من اعتبار الدين والخلق، فإذا توافر هذا الاعتبار عمد المرء إلى النظر في الاعتبارات الأخرى. جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فاطمة: فكرهته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. قالت فاطمة: فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت. رواه مسلم. فالحديث واضح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب المفاضلة ناحية المال والسلوك والمعاشرة، ولكن ذلك بعد توافر الدين،